أنا كنت في سفر من المطار ودخلت مسجد المطار أبغى أصلي، إذا بيصلون جماعة دخلت معهم، ويوم وقفت وإذا بالرجال ما شاء الله معشق ساحبها على 100، والله ما أطارده، الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، أبغى يصلي. قلت إيش الكلام، أنت تصلي ولا تطارد أنت؟ وإني أنسحب منه. ويوم رقبت أغلى قلت يا أخي إيش ذا الصلاة يا أخي؟ قال الطيارة قلت ما هي بتروح الطيارة بعد، لكنك أنت اللي بتطير من صلاتك، ترى صلاتك باطلة، واللي وراء قلت له صلاتكم باطلة، قالوا أجل نصلي معك، قلت يلا ردوا صلوا معي زين. أيوة، فاضبط صلاتك يا أخي، لا تسرع لا تسرع. ليش العجلة تدل على أنك غير راغب في الصلاة. لا، الطمأنينة هذه من محبتك لصلاتك. وبعدين لا تحسب صلاة كما تعرفون الحديث، حديث المسيء في صلاته، أنه رجل جاء وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل صلى لكنها في ميزان الله ما هي بصلاة، فرجع ثم صلى وجاء قال ارجع، فرجع الثالثة وجاء نفس صلاته قال ارجع، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. يقول الله ما عندي إلا هذه، فيش فعلمني. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم، ما قال ما عندي الله إيه وده يقبلها ولا يخليها بعض الناس، لا، قال علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة الصحيحة. هذه الأمر الأول المطلوب في الصلاة حتى تسمى صلاة شرعية. الأمر الثاني والمهم والذي يمثل روح الصلاة وحقيقة الصلاة، ولا يكتب لك من الصلاة إلا ما حضر فيه هذا الشيء، وهو الخشوع. الخشوع حركة القلب، والأركان ذيك حركة الجوارح، والصلاة حركة قلب قبل أن تكون حركة جوارح. ولهذا لا يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر فيها قلبك. الخشوع أيها الإخوة، الله يقول في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحد الخشوع أن تعي بعقلك وقلبك حركاتك وأقوالك، تعي إنك في الركوع، وتعي إنك في السجود، وتعي إنك في الجلوس، وأيضا تعي الله أكبر، وتتفكر في معنى الله أكبر، تتفكر في معنى دعاء الاستفتاح، تتفكر في معنى الآتحة وأنت تقرأه. هذا معنى الخشوع. لكن بعضهم والله ما درى، بعضهم يصلي وهو واقف، يقول لي أحد المشايخ يقول كان به واحد جنبي وأنا أصلي واقف وهو يقول التحيات لله والصلوات والطيبات وهو قايم يسوي تحياته وهو قايم. وواحد من الأئمة سلم وهو ساجد، سلم وهو ساجد قال السلام عليكم ورحمة الله، ويوم سأله قال إني والله مشغول، ذا الحين عندي موعد عنده ملكة يبغى يروح يحرس، فما درى كم صلى ومستعجل. لا بد أن تفهم كل حركة، وإذا ما فهمت شيء يعني ركعة من الصلوات ما ذكرتها ترى ما تحسب لك. طيب كم يكتب؟ أفضل واحد منا يكتب له النصف. قال يكتب للعبد من صلاته نصفها، بدأ بالنصف، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. طيب والنصف الثاني يأخذه الشيطان غصبا عنك. من يوم تدخل من المسجد يقول يقسم على المصلي، يقول والله لا أخرجنك منها مثل ما أدخلتك. يقول أنت مشاغب، أنت تبغى تصلي لكن أوريك شغلك. فإذا جاء يصلي جاب له أشغال الدنيا كلها، ما يخليك أبدا. حتى أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نجد في صلاتنا واليهود لا يجدون. قال أرأيتم اللص أين يدخل، البيت العامر ولا البيت الخرب؟ قالوا البيت العامر. قال وش يبغى الشيطان في قلوب اليهود؟ قلوب خربانة ما فيها إلا الخراب، فما يدخلها، هو يبغى يجيكم أنتم في قلوبكم. وهذا يمثل علينا أيها الإخوة مسؤولية كبيرة في أن نستعد لمواجهة الشيطان ولا نستسلم له. وبعدين معنا فرصة الحمد لله، الآن العشاء بنصلي 4 ركعات بإذن الله، يعني أطول قراءة وأطول شيء، وإن كنا نريد أن يمتعنا الشيخ خالد الله يمتع بالحياة
يمتعنا يطول شوية. هنا القرآن إذا طالت الصلاة فيها القراءة يعني يستمتع الواحد بها، خاصة بهذه التلاوة العجيبة والمباركة. كم ما تقلق 10 دقائق، أطول شيء 15 دقيقة. وبعدين اللي يبغى يوسوس معه وقت يوسوس من بعد الصلاة إلى الفجر، لكن لا، ما يوسوس إلا في الصلاة. أحد يوسوس وهو يشوف المباراة، إيش رأيكم؟ ها، هو لو تسرق ما في جيوبه ما درى، ما غير كذا يدقها ويرمحها وهو قاعد. نعم، وينط ويوقع، قلبه معلق هناك. أحد يوسوس وهو يأكل رز وغدا ولحم، لا، ويوسوس في اللحمة وفي المحلبية وفي السلطة وفي هذه وسوسة هنا. أحد يوسوس وهو يشوف المسلسلات، لا، يتابع باهتمام. لكن إذا جاء يصلي، الله المستعان. أجل مسؤولية عليك أخي الكريم.